نادر خضر الفنانة بصلع العفيرة المعفنة الوسخة الأوسخ من الوسخ، ويومك ما جه أخليك متضب كده ومتدسي، أخليك قدر ما ضبيت كده زي في الجحر كده، عرفتها زي الفار في الجحر كده تتدسى، أخليك خير لك عشان لو طلعت هسه انا هغطس حجرك. انا واحد من الناس كده بس واقف لك بس كده تفتح خشمك، بس واقف لك كده تفتح خشمك كده، بس تصهر كده بطريقه مباشره وغير مباشره عشان اوريك الجنة اللي ما بتعرفه، كمان اطلع لكم الجنة اللي انتم ما شفتوه ابدا الابدين. يا ناس يا مجانين، والله القصص دي، والله قصص محمود عبد العزيز ما تطبق عليه تاني، والله قصص نادر خضر ما تطبق عليه، قسما بالله ما تطبق عليه، قسما بالله ما تطبق عليه. الناس دي حكوا لي بنفسهم، كان استاذنا محمود ولا كان استاذنا نادر خضر، حكى لي القصه وحكوا لي كلام الكعب، حكوا لي كلام كعب. الوسط الفني ده، وسطنا الفني العافن ده، حكوا لي كلام مريب. نادر خضر ده حكى لي كلام كعب شديد. انا نادر خضر ده حكى لي كلام يودي الناس دي ورا الشمس. اصلا ذاته انا يعني اقدر اقول لكم كلام كده يا جماعه، وصراحه قبل ما اقفل لكم اللايف ده لانه توترت، عرفت شفتوا في كلام كده والله قاعد يوترني، لكن قسما بالله يا جماعه والله انا بتكلم معكم بجد قسما بالله، وانا بشهد الجمهور، انا بشهدكم يا اخواني، بالذات الاولاد. وفاة نادر خضر كانت وفاة غير طبيعيه، وفاة استاذنا نادر خضر وفاة غير طبيعيه بفعل فاعل. وفاة أستاذي نادر خضر وفاة بفعل فاعل. وفاة أستاذي نادر خضر رحمة الله عليه، الأجمل من الجمال، الأندر من الندرة، كان بسبب فاعل، بفعل فاعل. الوفاة غير طبيعية، وأنا عندي 1000 دليل. الكلام ده أنا قلته وبرأت ذمتي، ولو أنا بقول لكم الكلام ده بقول لكم قدر شنو ممكن الفنانين يأذوا فنان تاني عشان بس موهوب. والسبب وفاة نادر خضر طالعة من واحد من الفنانين، قلته يلا البسوا في الحيط، يلا شوفوا حتمشوا وين. وانا اي كلمه بقولها انا عندي لا دليل، ولما تيجي قناه محترمه ولا منصه اعلاميه محترمه تدفع لي قروش باجي احكي لكم بالاسرار، لكن ما بحكي كلام ساي، بس اديكم كده الخطوط العريضه. تاني قصص ساي وهضربه ساي، لا ما في. اي هضربه تاني بقروش، تعالوا ادفعوا لي الاف الدولارات احكي لكم ليه بكره ليه بعد بكره، تجيني قناه كده محترمه، تجيني تقعد معي تعمل معي انترفيو بودكاست كده محترم ادفع لكم قروش، لكن تاني اي كلام كده مجانا ما في. وفاة استاذ نادر خضر بسبب فنان سوداني اخر. وفاة نادر خضر بسبب فنان سوداني آخر، قلته عندي أدلة. وفاة أستاذ نادر خضر وفاة غير طبيعية بسبب فنان سوداني آخر كان بيكرهه، وفنان عايش قاعد معانا هنا، كلبي من الكلاب، واحد من الكلاب اللي عايشين لسه من ثعالب عاملين على شريف الفخير. والله اصبر صبرا. انا تار نادر خضر ده في رقبتي، تار نادر خضر ده قاعد في رقبتي يا جماعه، هو يمجنني في راسي، انا تار الراجل ده في رقبتي. اغزر من الوصف بتاعنا ده، الله ما خلق، الله حربني من السودان. وفاة نادر لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما لقيتوا غير نادر خضر يا كلاب؟ ليه يا حاقدين ليه كلاب؟ ليه؟ يا ربي خلونا ساكتين. شفتوا خلونا اقول الكلام الوقت المناسب، وانا ايش حقوله؟ انا زول حقيقي، انا تعزي في رقبتي، انا اي زول يقف ما بنساه. نادر خضر ده افضاله علي ما بقدر ازيه ولا محمود عبد العزيز، فهمتوا؟ والله العظيم اقسم بالله انا وسخه ولا تسوي شيء، ولو ما كنتوا جبانين ما كنتوا قاعدين تشضاضوا الفنانين الله يرحمه ويتوفوا وسابونا. فالسيناريوهات بتاعت الناس العفن دي ما حتيجي تتكرر علي انا، كان بيجي اخو خسيس ولا بيجي ولا بيجي لا ما انا شفته قدامه، ما انا شفت الفنانه بصلعه العفنه المعفنه الاوسخ من الوسخ، المشضاض نادر خضر هو السبب في وفاه نادر خضر، الفنانه بصلعه هو السبب في وفاه نادر خضر،
الفنان بصلعة هو واحد من الاسباب في وفاة نادر خضر. الكلام ده انتوا سامعينه ولا ما سامعينه؟ الكلام ده انتوا سامعينه ولا ما سامعينه؟ الكلام ده انتوا سجلتوه ولا ما سجلتوه؟ عشان انا كان عايش ولا كان ميت تكونوا عارفين الحاصل شنو يا شباب. معلش الفنان بصلعة هو السبب في وفاة الفنان نادر خضر. باب يتقفل. اوكي؟ سمعتوا مني؟ دايرين الدليل؟ بيجي الدليل. تجيني قناه محترمه ولا مؤسسه اعلاميه محترمه بتدفع قروش تيجي تخدني كده احكي لكم الدلائل. ما هي شيء انا احكي ساي، ما هي شيء احكي مجان كده، عرفتوا؟ طالع لكم كده فيديوهات كده مجان. لا معلش، ما خلاص برضه، ما خلاص دايرين انا احكي لكم التفاصيل. ما عندي اي مشكله احكي لكم التفاصيل الممله. تجينا قناه محترمه كده تجي تسجل لي وتدفع لي قروش. ايوه $10,000 على الاقل. اقل من $10,000 ما بعمل اي انترفيو. ما في زول يجيني يعمل اي انترفيو. اقل من $10,000 ما بعمل انترفيو. انتهينا. اوكي؟ تجينا قناه محترمه تدفع لي $10,000 بحكي لكم البير وغطا. السبب في وفاه الفنان نادر خضر فنان عنده صلعه، فنان سوداني عنده صلعه وسخ. ياتو انتوا بتوروني، انا ما اعرف. معلش، تدوني قرش بحكي لكم، ما تدوني قرش ما بحكي لكم تاني. ما في تاني قصص ودرامات ساي كده. حاجه عندي بقى علاقه مباشره بحكي. يعني لنا مثلا الوسخ ده هذا داير تاذيني، ولا الاخ الوسخ ده داير يأذيني، ولا الناس عادي بطلع زيتها. ما عادي. مقلبين عفنين دايرين يزون. ما اقول لك العاقل متعس بغيره. خلاص اتعصت من الحصل لمحمود عبد العزيز، واتعصت من الحصل لاستاذنا نادر خضر رحمه الله عليه. يعني ربنا يرحمه ويغفر له. ربنا يرحمه. اتعصت انه زول تعمل حسابك وتنزل الحفله دي بالذات. وكانوا مستقصين ناس بالنيم. وقسما بالله العظيم انا السبب اللي خلاني ما اربط الحفله دي مدير اعمالي السابق. والله اقول لكم حاجه يا جماعه، اقسم بالله يد زولك فيه الخير. برا وقال لي كده، قال لي شريف انا ما مرتاح من الحفله دي. قال لي كده برا، قسما بالله الله يفتحها عليك. نحن هسه يمكن ما لين السنين ما تكلمنا، لكن يا مدير اعمالي الظريف انا ما اقدر اقول اسمك عشان ما اقدر اجيب لك كلام. انت زول هسه بعيد من الوسط الفني، لكن انت زول فيك خير. وانت لولاك انا كنت حكون في مكان نادر خضر. قلته الحفله اللي توفى فيها نادر خضر وهو راجع دي حادثه مدبره من فنان عنده صلعه ينتمي الى احدى الانظمه التي تفعل هذه الاشياء. عرفتوا؟ الانظمه دي عادي، ما الحركه دي ما عملتها لفنان، عملتها لداعيه زول بيقرا قران. في زول بيقرا قران ما مشى على هوام، عملوا له شنو؟ عملوا له حادث. انتوا عارفين انا بتكلم على منو يا جماعه؟ داعي من قارئين القران من الابيض. واحد من قارئين القران من الابيض، واحد من اكثر القارئين القران كل الشعب السوداني ده يحبه ويحبوا صوته، متفقين عليه. من افضل من انجب السودان في قراءه القران. يلا وروني في التعليقات. نفس الحادثه اللي تعرض لها شيخنا رحمه الله عليه، نفس الحادثه بنفس الطريقه يتعرض لها نادر خضر، نفس السيناريو. بس الفرق انه دي كان ما اعرف دي كان مدبر لمنو، لانه دي حاجه عندها علاقه بالشيوخ وكده. ممكن يكون شيخ ثاني مضادي ولا كده، شيخ ثاني ينتمي الى النظام. محمد سيد حاج، لا حول ولا قوه الا بالله، ورحمه الله عليه. الشيخ نورين رحمه الله عليهم جميعا، رحمه الله عليهم جميعا، رحمه الله عليهم جميعا، كلهم اولاد بلدي، رحمه الله عليهم جميعا. خلاصته الطريقه اللي تنفذ بها الحادث بتاع الشيخ اللي هو الحادث الحركة، نفس الطريقة اللي تنفذ بها الحادث بتاع أستاذنا رحمة الله عليه نادر خضر، نفس الطريقة. والحفلة دي كان في 3 فنانين، منا أحمد الصادق طلبوه، منا شريف الفحيل، وكان في زول ثالث، فنان ثالث أنا ما مستحضره. كان في فنان ثالث والرابع نادر خضر. عرفتوا؟ ركزوا في الكلام ده كويس. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله احمد الصادق ده هو قاعد لو فيه الذمه لو الكلام ده صح يقول. يمكن يكون مدير اعماله عارف المعلومه دي، يمكن يكون هو نفسه عارف المعلومه دي، انا ما اعرف. لكن انا حسب معلوماتي مدير اعمالي قال لي الحفله دي جات لفلان وفلان وفلان وانا ما مرتاح يا شريف وما تمشي. قال لي قسما بالله العظيم الحفله دي انا متذكر كان قروشها كم، لكن وقتها بالسوداني كان 3500 جنيه ولا 4000. دي كان قروش، دي قروش 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 قروش. انا متذكر ده كان رقم حاجه زي كده، قسما بالله العظيم وحياة ربنا وحياة امي نجاة، وحياة امي نجاة.
وقال لي قال تمشي بالهند، قلت له لا. مش انا قلت له لا، انا بالعكس انا كنت مبسوط، بالعكس شفت القروش كثيره كنت اوكي. قال لي لا. طبعا حفلات الجامعات وكده انا بحبها شديد، بالذات حفلات التدريج وكده. عرفت له المطبعه والناس وكده، يعني الناس في عم